أهلا وسهلا بكم يا أبطال في درس جديد من كورس التأسيس في الرياضيات، ودرسنا النهاردة درس لطيف هنتكلم فيه عن الأسس. عظيم جدا. يعني مثلا لو عندنا مثال هنا بيقول x أس n، فاحنا هنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا، إن الرقم اللي بيكون موجود فوق ده اسمه الأس، والرقم اللي بيكون موجود هنا اسمه الأساس. عظيم جدا. وعلشان نفهم الأسس مع بعض فاحنا لازم نفهم شوية قواعد أساسية، والقاعدة الأولى عندنا رقم 1 هي قاعدة الضرب، وقاعدة الضرب عندنا هنا بتقول إيه؟ عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة أو متساوية. عظيم جدا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندنا مثال بيقول A أس N في A أس M بيساوي، زي ما اتفقنا إن عند الضرب تجمع الأسس إذا كانت الأساسات متشابهة. طيب هنا الأساسات متشابهة يبقى هناخد منهم واحدة، وبعدين نجمع الأسس يبقى N زائد M. بس كده، هي دي قاعدة الضرب اللي عندنا. طيب يلا بينا ناخد شوية أمثلة علشان نفهم مع بعض. يعني مثلا لو عندنا مثال هنا بيقول x أس 2 في x أس 3 في x أس 5 بيساوي، يبقى زي ما اتفقنا إن عند الضرب تجمع الأسس، يبقى هناخد x منهم وبعدين نقول 2 زائد 3 زائد 5 ونقول بيساوي، يبقى هنا الإكس بتساوي 2 زائد 3 5 زائد 5 بيساوي 10. شفت الموضوع سهل وبسيط إزاي؟ يلا بينا ناخد مثال تاني علشان نفهم أكتر. لو عندنا مثال مثلا، المثال ده بيقول M أس 2 في M في M أس 4 بيساوي، زي ما اتفقنا إن عند الضرب تجمع الأسس، يبقى ناخد M 2 وهنا الأس بتاعها 1 وهنا الأس بتاعها 4 ونقول بيساوي، يبقى هنا الإم بتساوي 2 زائد 1 3 زائد 4 7. يبقى الموضوع سهل وبسيط جدا وتعلمناه مع بعض، ولكن هنا عندنا ملاحظة مهمة جدا، والملاحظة دي بتقول إيه؟ إن لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا إذا إيه بقى؟ كانت الأساسات متساوية. ده شرط مهم جدا. زي ما اتفقنا إن لازم تكون الأساسات متساوية، يعني هنا الأساسات كانت متساوية M وM وM، هنا كانت الأساسات متساوية X وX وX، هنا كانت الأساسات متساوية A وA وA، وعلشان كده كنا بنجمع الأسس. ممتاز جدا. وبعد ما اتعلمنا القاعدة رقم 1 وكانت عملية الضرب، فيلا بينا نتعلم القاعدة رقم 2، ودي خاصة بعمليات القسمة. والقاعدة دي بقى بتقول إيه؟ إن عند القسمة تطرح الأسس إذا كانت الأساسات متساوية أو متشابهة. طيب يعني إيه الكلام ده؟ زي ما اتعلمنا في عمليات الضرب إن لازم تكون الأساسات متشابهة علشان إن إحنا نضرب أو إن إحنا نجمع الأسس. طيب في القسمة لازم الأساسات تكون متشابهة علشان نطرح الأسس. يعني مثلا لو عندنا A أس N على A أس M، يبقى الناتج هنا عندنا هيساوي كام؟ زي ما اتفقنا هنا الأساسات متشابهة، يبقى هناخد منهم واحدة وبعدين نطرح الأسس، يبقى N ناقص M.
ودي قاعدة عملية القسمة. طيب يلا بينا ناخد مثال علشان نفهم. لو عندنا مثلا مثال بيقول x أس 5 على x أس 2 بيساوي، زي ما اتفقنا الأساسات متشابهة هناخد منهم واحدة وبعدين نطرح الأسس 5 ناقص 2 بيساوي، يبقى x 5 نطرح منها 2 يبقى x أس 3. طيب يلا بينا ناخد مثال تاني. لو عندنا مثلا مثال بيقول m أس 3 على m يبقى بيساوي، طبعا هنا الأساسات متشابهة يبقى هنطرح الأسس، يعني هناخد منهم واحدة ونقول 3 ناقص 1 بيساوي، يبقى الm بتساوي 3 نطرح منها 1 يعني هنا 2. وبس كده. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ ولكن برضو عندنا ملاحظة مهمة جدا، والملاحظة دي برضو هنا بتقول ايه؟ لا يمكن تطبيق هذه القاعدة إلا إذا إيه بقى؟ كانت الأساسات متساوية. يبقى زي ما اتفقنا إن ده شرط مهم عندنا، إن الأساسات لازم تكون متساوية. ماشي يا أبطال؟ ويلا بينا بقى نروح للقاعدة رقم 3، والقاعدة رقم 3 بتقول هي قاعدة الرفع. وقاعدة الرفع بتقول إيه؟ عند الرفع تضرب الأسس. يعني مثلا لو عندنا مثال بيقول x أس 2 الكل أس 3، يبقى هنا الحل عندنا هيكون إيه؟ عند الرفع تضرب الأسس، يعني هننزل الإكس دي ونضرب 2 في 3 ونقول بيساوي x 2 في 3 بيساوي 6. يبقى هنا قاعدة الرفع. يلا بينا ناخد مثال علشان نفهم. لو عندنا مثلا مثال بيقول m أس 2 الكل أس 3 بيساوي، زي ما اتفقنا إن عند الرفع تضرب الأسس، يبقى هنا الإم هتساوي 2 في 3 يبقى الإم هتساوي 6. وهنا عندنا ملاحظة مهمة جدا، إن الأس اللي بيكون موجود فوق الرقم أو فوق المتغير اسمه الأس الأول، والرقم اللي بيكون موجود فوق القوس اسمه الأس التاني. ماشي يا أبطال؟ يلا بينا ناخد مثال تاني علشان نفهم الدنيا السهلة دي. لو عندنا مثلا مثال بيقول 5 أس 3 الكل أس 4 بيساوي، زي ما اتفقنا إن إحنا عند الرفع تضرب الأسس، يبقى 5 ونضرب الأس الأول 3 في الأس التاني بتاع القوس يبقى 4، يبقى هنا الخمسة هتبقى أس 12 بمنتهى البساطة اللي في الدنيا. طيب يلا ناخد مثال تالت عشان الصورة توضح أكتر. لو عندنا مثلا مثال بيقول R أس 4 الكل أس 2 هنقول بيساوي، يبقى هنا الR هتساوي 4 في 2 يبقى الR هتساوي 2 في 4 أس 8. يبقى كده فهمنا القاعدة التالتة وهي عملية الرفع. ويلا بينا نروح للقاعدة الرابعة وهي قاعدة التوزيع. وهنا قاعدة التوزيع ممكن نستخدمها أول حاجة في حالة الضرب. يعني لو عندنا مثال زي ده A في B الكل أس N، فقاعدة التوزيع بتقولك إن أنت أي رقم داخل القوس وزع عليه الأس اللي موجود. فهنا ال A في B الأس N هنوزعها مرة على ال A ومرة على ال B، فهتبقى بالشكل ده. طيب عظيم جدا. يلا بينا نفهم بمثال. يعني لو عندنا مثال زي ده بيقول 3x الكل أس 2، فزي ما اتفقنا إن إحنا هنوزع الأس وده في عملية الضرب. فهنا التلاتة هنوزع عليها الأس فهتبقى أس 2، وهنا الإكس هنوزع عليها الأس فهتبقى إكس أس 2، وبعدين نقول يساوي 3 أس 2 هتبقى 9، إكس أس 2 هتنزل زي ما هي. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ يلا بينا ناخد مثال تاني. لو عندنا مثال بيقول 2 في M في A الكل أس 3، زي ما اتفقنا هنوزع الأس اللي موجود، فهنا الاتنين
الكل أس 3 والM كل أس 3 والA الكل أس 3 وبعدين نقول يساوي الاتنين أس 3 هتبقى 8 والM أس 3 هتنزل زي ما هي والA أس 3 هتنزل زي ما هي. يبقى كده حلينا السؤال بمنتهى البساطة. طيب لو عندنا مثال زي ده 5yx الكل أس 2 زي ما اتفقنا هنوزع 5 هتبقى أس 2 والواي هتبقى أس 2 والإكس هتبقى أس 2 وبعدين نقول يساوي 5 أس 2 هتبقى 25 والواي أس 2 هتنزل والإكس أس 2 هتنزل. يبقى كده فهمنا مع بعض بمنتهى السهولة. وزي ما فهمنا خاصية التوزيع في حالة الضرب يلا بينا نفهم خاصية التوزيع ولكن في حالة القسمة. يعني لو عندنا مثلا مثال زي ده بيقول A على B الكل أس N، فزي ما اتفقنا إن احنا لو عندنا عملية قسمة هنوزع عليها الأس، والأس هنا هيجي مرة على البي في المقام هيبقى بالشكل ده. يعني لو عندنا مثلا مثال بيقول 5 على N الكل أس 2، فالخمسة هتبقى أس 2 والN هتبقى أس 2، يبقى الناتج هنا بيساوي كام؟ 5 أس 2 هتبقى 25 والN تربيع هتنزل زي ما هي. لو عندنا X على Y الكل أس 3 هنوزع البسط والمقام يبقى X أس 3 والY أس 3 وبعدين نقول يساوي. طبعا هنا مفيش اختصار فهتنزل زي ما هي. عظيم جدا. لو عندنا مسألة تانية زي دي في البسط بيقول 2xm على 3y الكل أس تربيع، فزي ما اتفقنا هنوزع على البسط والمقام يبقى هنا 2 أس 2 والx أس 2 والm أس 2. نيجي للمقام 3 هتبقى أس 2 والواي هتبقى أس 2 وبعدين نقول يساوي الاتنين أس 2 هتبقى 4 والإكس أس 2 هتنزل زي ما هي والإم أس 2 هتنزل زي ما هي والتلاتة أس 2 هتبقى 9 والواي تربيع هتنزل زي ما هي. وبكده نكون فهمنا خاصية التوزيع في عملية القسمة. وهنا عندنا القاعدة الخامسة بتقول إن كل أساس أسه صفر فهو دايما بيساوي 1. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي حاجة الخلاصة أي حاجة أسها صفر فهي بتساوي 1. يعني الاتنين أس صفر هتساوي 1، 3 أس صفر هتساوي 1، A أس صفر هتساوي 1، X أس صفر هتساوي 1، 10 أس صفر هتساوي 1، AN كل أس صفر هتساوي 1. يبقى الخلاصة أي حاجة أسها صفر بتساوي 1. عظيم جدا. نيجي بقى للقاعدة رقم 6 والمهمة جدا اللي هي بتقولك إيه؟ إن إحنا مثلا لو عندنا A أس N فلو عايزين نخليها في المقام فإحنا هنخلي البسط بتاعها 1 والأس بتاعها ينزل بعكس الإشارة. يعني مثلا هي A هنا A أس N هنخلي البسط 1 وننزلها بعكس إشارة الأس هتبقى A أس سالب N. طيب لو هي بالسالب وعايزين نخليها موجب هننزلها في المقام بالموجب بعكس الإشارة يبقى A أس سالب N هيبقى البسط بتاعها 1 وهي هتنزل في المقام بعكس إشارة الأس. طيب يلا نفهم بمثال بسيط مع بعض. لو عندنا مثلا 5 أس سالب 2 يبقى هنخلي البسط بتاعها 1 وننزلها تحت بعكس إشارة الأس يبقى الناتج بيساوي 1. 5 أس 2 هتبقى 25. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ طيب لو عندنا مثال زي ده بيقول 2n أس سالب 2 زي ما اتفقنا هنخلي البسط بتاعها 1 وننزلها في المقام بعكس إشارة الأس. هنا الأس بالسالب يبقى هنا الأس بالموجب يبقى بتساوي 1 في البسط 2 على 2 ان أس تربيع. وبس كده. شفت الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ وهنا عندنا ملاحظة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها، إن هنا بيقولك إن كل أساس سالب وأسه زوجي تتغير إشارته للموجب، وكل أساس سالب وأسه فردي تبقى الإشارة كما هي. طيب يعني إيه الكلام ده؟ يلا بينا ناخد مثال لو الأس كان زوجي. لو هنا عندنا مثلا أساس سالب يعني هنا الأساس ده بالسالب والأس بتاعه زوجي تتغير إشارة الأساس ده للموجب. يعني مثلا لو عندنا سالب 1 الكل أس 2 يبقى هنا هنقول بتساوي 1 هيتغير الإشارة للموجب. طيب لو عندنا أساس برضو سالب زي ده والأس بتاعه زوجي زي ما اتفقنا بتتغير الإشارة بتاعته للموجب فهنيجي نقول 2 الكل أس 4 يبقى هتساوي 16.
شُفت الموضوع سهل وبسيط إزاي؟ طيب عظيم جدًا، لو الأساس بقى بتاعنا كان بالسالب ولكن الأس بتاعه فردي، يبقى هنحافظ على نفس الإشارة اللي موجودة في الأساس، يعني لو كانت هنا -3 والأس بتاعها فردي، فالناتج برضه هيكون -3 لكل أس 5. طيب هنا لو كان -x لكل أس 3، هنا الأساس بالسالب، وزي ما اتفقنا إن هنا ده اسمه الأساس وده اسمه الأس. فلو الأساس هنا بالسالب والأس بتاعها بالموجب أو الأس بتاعها زي ما اتفقنا فردي، يبقى هنا عندك الإشارة هتبقى بالسالب زي ما هي. وبكده نكون فهمنا شوية ملاحظات مع بعض، ولكن هنا عندنا ملاحظة مهمة جدا وأخيرة، إن أنت لازم تفرق ما بين المثالين دول. لو عندنا إكس في إكس في إكس في إكس، يبقى هنا عملية ضرب، يبقى هنا هتقول كام؟ إكس أس 4، لأن زي ما اتفقنا إن عند ضرب الأساسات المتشابهة تجمع الأسس، فهنا هنعتبر إن الأساس 1 وهنا 1 وهنا 1 وهنا 1، يبقى هنا إكس أس 4. طيب لو عندنا إكس زائد إكس زائد إكس زائد إكس، يبقى هنا الإشارة ما بينهم جمع، يبقى عندنا 1 2 3 4، يبقى هنا عندنا 4 إكس. وكان لازم أقول لك المعلومة دي علشان تعرف تميز ما بينهم بمنتهى السهولة. ممتاز جدا. لحد هنا كل اللي أنا عايزه منك زي كل مرة إنك تراجع الفيديو ده أكتر من مرة وتحل الأمثلة اللي حليناها مع بعض، وبعدين تحل الأسئلة اللي أنت هتشوفها في كراسة الواجب. عاشوا الأبطال، ويلا بينا نروح للدرس القادم.